وبعد غياب طويل عن اكتر حاجة حرفيا بتطلبوها مني في كومنت اي فيديو بينزل وقد ايه عايزين فيديو جديد عنها، وهي سلسلة الكروشيه. والمرة دي عملت شنطة خطيرة. بس قبل ما نبدأ خليني اقول حاجات عايزين نتكلم عن كورس الكروشيه الجزء الرابع. ورجعت لكم بشنطة الصدفة أو القوقعة، حاجة كده لما تشوفي حد لابسها من بعيد هتقفي كده وتتنحي وتقولي تبا أنا عايزة واحدة زي دي حالا. فيلا بينا بقى أقولك على خطوات الشنطة كاملة. طيب نبدأ كده مع بعض. أول حاجة دي كده الإبرة اللي أنا استخدمتها مقاسها 8 مللي، والخيط اللي أنا استخدمته اسمه خيط الكليم. ده كده شكله تقريبا استخدمت منه نص كيلو، هو بيتباع بالكيلو. نبدأ بقى أول حاجة وهنبدأ في قرصة البداية. هنعمل اللفة السحرية على إيدينا بالشكل ده، ندخل الإبرة من ناحية ونلف ونطلع بقى من صباعنا خالص كده بالدايرة اللي احنا عملناها، وهنعمل غرزة سلسلة. بعد كده هنعمل بقى 6 غرز حشو. ازاي بنعمل غرزة الحشو؟ بننزل كده جوه الدايرة، ناخد لفة خيط ونطلع وناخد لفة تاني نخرج منهم هما الاتنين زي ما انتوا شايفين كده. بقى نكرر الموضوع 6 مرات. مهم برضو ان انتوا تكونوا عارفين الغرز ايه هي بالظبط، وهتلاقوها كلها في الفيديو الاول من كورس الكروشيه. وبس كل اللي عليكم هنا ان انتوا بقى هتكملوا 6 غرز من الكروشيه. ندخل جوه الدايره، ناخد لفه نخرج، وناخد لفه تاني نخرج من اللفتين او الغرزتين اللي على الابره. بعد كده بقى هنيجي نشد الخيط اللي هو البدايه بتاعتنا علشان نخلي الدايره كده او الغرزه السحريه دي تلف على بعضها. بعدين بقى هنقفل الغرز الحشو بتوعنا. هندخل في اول غرزه عملناها في السلسله بتاعتها من فوق زي ما انتوا شايفين كده. هناخد لفه خيط ونطلع من الغرزتين اللي على الابره، عشان كده نقفل بقى ايه اول جزء من القرص بتاعنا. هنعمل بقى بعد كده ارتفاع ب3 سلاسل زي ما انتم شايفين. وليه لازم يكون في ارتفاع؟ علشان احنا هنا نشتغل غرزة عمود بلفة، فلازم يكون في ارتفاع عشان الغرزة ما يبقاش شكلها غريب. هناخد لفة من الخيط وهندخل في اول غرزة حشو من تحت. بعد كده لما نخرج هيبقى فيه 3 خيوط كده زي ما انتم شايفين على الابرة بتاعتكم. ناخد لفة تانية، هنخرج من اول غرزتين بس. بعد كده هيبقى غرزتين، هناخد لفة تاني ونخرج من الغرزتين دول. ده كده غرزة العمود بلفة، وبرضو هتلاقوها بوضوح اكتر في الجزء الاول من الفيديوز بتاعة الكورس. بعد كده هندخل بقى في نفس الغرزة وهنعمل 2 عمود بلفة تانيين، فيبقى معانا في كل غرزة حشو 3 عواميد بلفة، بحيث ان احنا لما نخلص خالص هيبقى معانا توتال 20 عمود بلفة، عشان هما كانوا 6 غرز وهنعمل في كل غرزة 3. ونبدأ بقى نكرر في الغرزة اللي بعدها اهو هنا 3 غرز تانيين برضو من غرزة العمود بلفة. وهنا بعد ما اشتغلت في غرزتين حشو فبقى معايا 6 غرز عواميد بلفة. هنا بقى كان فاضل لي خلاص اخر غرزة، معايا 18 غرزة عمود بلفة. هنعمل كمان غرزتين في اخر غرزة معانا دي، بحيث ان يبقى توتال معانا 20 غرزة عمود بلفة. ودي كده نكون هنا خلصنا اول جزء من القرص اللي هنعمل بيه الشنطة. الخطوة اللي هنا بقى ان احنا هنقص الخيط اللي احنا شغالين بيه علشان نقفل اول قرص معانا. هوريكم بقى دلوقتي هنقفله ازاي بالظبط علشان دي حتة مهمة. هنشد الخيط اللي احنا كنا شغالين بيه بحيث ان هو يطلع من الغرزة خالص. هنعدي اول حتة اللي هي كانت الارتفاع، لو فاكرين دي مش هندخل فيها، ندخل في الغرزة اللي بعدها على طول اللي هي غرزة السلسلة اللي وراها على طول. وبعدين بقى هنروح شادين الخيط اللي احنا قطعناه، ندخله كده ونخرجه من الناحية التانية. خلاص تمام. هنلف بقى الشغل بتاعنا، وبعدين نيجي عند نفس الغرزة اللي احنا كنا قطعنا منها الخيط. هتلاحظوا كده ان في حتة من تحت هندخل فيها مع برضو الغرزة نفسها من فوق، بحيث ان احنا هنشد تاني الخيط وندخله ونخرجه من الناحية التانية. فهتلاقوا ان هي بالظبط بقت كأنها سلسلة عادية زي باقي السلاسل بتاعة الدايرة من فوق، ما فيهاش اي حاجة مختلفة. دلوقتي بقى احنا هنكرر نفس القرص ده مرة تانية، بس المرة دي خدوا بالكم احنا مش هنقطع الخيط، اوعوا تغلطوا وتقطعوه. لا، احنا هنقفل بس بالخيط اللي احنا كنا بادئين بيه اصلا. فهنعمل ايه؟ هنيجي هنا كده ونرجع من اخر غرزة، مش هنقفلها. وهناخد بقى الخيط المقطوع اللي هو بادينه من النص ونخليه طويل شوية، نركز برضو في الحتة دي، وندخل منه نقفل بيه وبعد كده نشده ونعمل بقى زي ما عملنا هناك بالظبط في القرص الاولاني. هنلف كده الشغل بتاعنا، او قبل ما هنلف هندخل كده عند
تاني غرزة، مش هندخل في غرزة الارتفاع ونروح شادين الخيط اللي احنا واخدينه من تحت. بعد كده هنلف الشغل بتاعنا وندخل بقى في اللي هي ايه الحتة اللي تحت كده من الغرزة، وبعد كده نطلع من الغرزة من فوق بتاعة السلسلة ونشد بقى الخيط تاني من الناحية التانية، وخلاص كده احنا قفلنا بقى الدايرة من الناحية دي. هنعمل ايه بقى بالخيط نفسه اللي هو باقي البقرة؟ احنا ما قطعناهوش، ده بقى اللي هنكمل بيه شغل. ودلوقتي بقى احنا كده يعتبر معانا القرصين اللي هما الجنبين بتوع الشنطة. ندخل بقى في الغرز التاني نكمل شغل عادي، ندخل في اي غرزة فيه من فوق، ناخد لفة من الخيط، وبعدين هنبدأ بقى نعمل 13 غرزة سلسلة، علشان بعد كده بعد ما نخلص هنبدأ بقى نربطها بالجزء التاني علشان نمشي بقى في خطوات الشنطة بتاعتنا. ودي الغرز بعد ما خلصت هنبدأ بقى نربطها بالقرص بتاع الجنب التاني. هنعمل كده ازاي؟ هنخلي القرصين ظهرهم في ظهر بعض، يعني ده كده الوش وده كده الوش، هنخلي بقى الظهرين في وش بعض زي ما انتوا شايفين. هندخل بالإبرة من الوش بتاع القرص التاني للناحية التانية. خدوا بالكم دي مهمة قوي، لازم دايما ندخل من الوش في كل خطوات الشنطة. هناخد بقى الجزء من الخيط عادي ونعمل غرزة اللي هي الغرزة المنزلقة، نخرج بقى من غرزة السلسلة وكمان الجزء بتاع القرص، كده احنا ربطناهم ببعض. من اول هنا بقى نبدأ نعتبر ان الشغل الحقيقي بدأ. هنقسم الشنطة ل3 اجزاء. من اول هنا كده الجزء الاول هنبدأ اول حاجة ان احنا هنعمل اول صف. اول صف ده عبارة عن ايه؟ اول حاجة نبدأ بغرزة منزلقة، وبعدين في السلسلة اللي وراها هنعمل غرزة حشو، وممكن برضو تراجعوا تاني الغرز كلها لو انتوا مش فاكرينها. بعد كده هنعمل غرزة نص عمود، بناخد لفة كده من الخيط، بندخل في الغرزة بتاعت السلسلة، بنخرج ناخد لفة خيط، فبيبقى معانا على الإبرة 3 خيوط، ولكن بناخد اللفة الأخيرة ونخرج منهم كلهم. بعد كده بقى هنعمل غرزة العمود بلفة. كام مرة هنعملها؟ 5 مرات. هيبقى برضو شبه النص عمود، بس احنا هنخرج من أول خيطين أول مرة، وبعد كده هيبقى معانا خيطين نخرج منهم بقى هما الاتنين مع بعض. احنا عملنا أول غرزة عمود بلفة، هنكررها بقى 6 مرات علشان يبقى معانا توتال 7 غرز عمود بلفة. هنا بقى أنا بسرع الدنيا شوية علشان ما تزهقوش مني الصراحة، وعشان وقت الفيديو ما يطولش قوي. بعد ما نخلص هنرجع بقى تاني زي ما كنا بادئين. احنا بدأنا وبعد كده قبل ما ندخل على غرزة العمود بلفة عملنا غرزة نص عمود. هنا احنا خلصنا عمود بلفة، هنعمل بقى غرزة نص عمود تاني زي ما كنا بادئين في الأول، بس يعني زي ما تقولوا كده احنا بنرجع، يعني هنعملها بالعكس. نخرج بقى من هنا غرزة العمود النص عمود قصدي، وبعدين هنعمل غرزة حشو برضو زي ما كنا عاملين في الأول، واخر واحده بقى اللي هي الغرزه المنزلقه، علشان دي اللي بتخلي القفله كده مع الجزء التاني يبقى شكلها مش باين فيه كلكعه. طيب هنعمل ايه بقى عشان نطلع السطر اللي بعد كده؟ هندخل في الغرزه التانية في القرص بتاعنا، ندخل كده من قدام لورا من الوش للظهر، هناخد لفه وبعدين هناخد غرزه تاني بحيث ان احنا خلاص نبقى قفلناها، يعني غرزه منزلقه وبعد كده غرزه تانية منزلقه. هنعدي اول بقى سلسلة في العمود بتاعنا، يعني اول سلسلة اللي احنا كنا لسه عاملينها علشان ندخل في القرص دي هنعديها، وهندخل في السلسلة اللي وراها على طول. هنعمل ايه؟ هنعمل غرزة منزلقة تاني، وبعد كده هنعمل غرزة حشو لاخر السطر، لان احنا كده نعتبر ده كله كده الدور الاول. الدور الاول هو عبارة عن سطرين، السطر اللي احنا لسه عاملينه، وده السطر التاني بيبقى عبارة عن كله بدايته غرزة منزلقة واخره غرزة منزلقة، وكل اللي في النص دول غرزة حشو عادي جدا. تمام، هكمل بقى الباقي واوريكم بعد كده الدور التاني هنعمل فيه ايه. وزي ما قلت لكم بالظبط كده السطر خلص، ودي اخر غرزة. هنقفل دايما بغرزة منزلقة، اللي احنا بندخل كده في الغرزة اللي تحت ناخد لفة خيط ونطلع من الاتنين مع بعض، دي مختلفة عن غرزة الحشو. ده كده الشكل بتاع اول دور اللي هو عبارة عن سطرين. نبدأ بقى ندخل في الدور اللي بعد كده، وزي ما اتعودنا احنا دايما بندخل من ناحية الوش، ده كده الظهر هنسيبه، هنلف الشغل ندخل بالإبرة من ناحية الوش، ونخلي كده الخيط اللي احنا شغالين بيه ورا بحيث ان احنا نعرف نشده بسهولة. هندخل بقى تاني في الغرزة اللي بعد كده
يعني بنسيب الغرزة اللي احنا كنا داخلين فيها في القرص وندخل في الغرزة اللي وراها، نشد الخيط ونطلع من الخيطين مع بعض، دي غرزة منزلقة. وبعد كده هنلف الشغل بتاعنا، وبعدين ناخد غرزة ارتفاع زي ما عملنا بالظبط في الدور الاول، ونمشي بقى على الغرز بتاعتنا وهقول لكم ازاي. هنعدي طبعا اول سلسلة زي ما قلت لكم او اول غرزة، ندخل فيه تاني واحدة، نعمل غرزة منزلقة علشان ما يبقاش فيه اي كلكعة زي ما قلت لكم. وبعد كده هنعمل غرزتين حشو، هنعمل غرزة حشو عادية خالص، وفي نفس الغرزة مش هنروح للي وراها، هندخل تاني ونعمل غرزة حشو تانية، عشان احنا كده بنزود العرض بتاع الصفوف، لان احنا كل ما بنكبر او كل ما بنطلع في الصفوف لازم الحجم يزيد. بعد كده عادي بقى هنعمل الغرزة النص عمود بتاعتنا، ونركز هنا بقى احنا هنعمل 4 غرز عمود بلفة وبعدين هنقف. ليه بقى هنقف؟ هقول لكم بالظبط ايه اللي هيحصل. هنا دي كده هي تاني غرزة، ونعمل كمان 2، ونيجي بقى عند الغرزة الخامسة وهنعمل 3 غرز عمود بلفة فيها، يعني بدل غرزة واحدة هيبقوا 3، لان زي ما قلت لكم احنا كل شوية هنبدأ نكبر في العرض علشان الشنطة تكبر معانا. هنا هي الغرزة الخامسة عملت فيها 3 عواميد بلفة بدل عمود واحد بس، بحيث ان كده يبقى التوتال كلهم 9. بقى احنا كده عملنا الخامسة بس زودنا 2، وهنكمل بقى كمان 3 غرز عواميد بلفة عادي، بقى كل غرزة فيها العمود بتاعها، مفيش اي حاجة مختلفة. وزي ما قلت لكم بعد ما بنخلص العمود بلفة بنرجع تاني من الاول زي ما كنا بادئين، هنعمل بقى غرزة النص عمود بعد ما خلصنا ال9 نطلع منهم كلهم. بعد كده هنعمل غرزتين حشو، والغرزتين في نفس الغرزة، يعني في نفس اللي هي الدخلة دي كده هنعمل فيها 2 غرزة حشو. وبعد ما نعملهم هنعمل بقى في الاخر خالص الغرزة المنزلقة بتاعتنا اللي احنا عارفين ان احنا دايما بنبدأ بيها ودايما بنقفل بيها الصف. ده كده شكل الشغل بعد اول دورين اللي هم يعتبروا 4 صفوف. الشكل مش باين قوي دلوقتي، بس كل ما بنتقدم كده كل ما هتلاقوا ان الشكل بدأ يبان. هندخل بقى زي ما اتعودنا في الغرزة اللي بعد كده في القرص بتاعنا، وما تنسوش اهم حاجة نقلب الشغل وناخد غرزة الارتفاع، وبعدين هنعمل غرزة المنزلقة، ونرجع بقى بالرجوع ده كله ان احنا نعمل غرزة حشو، نفضل نكرر غرزة الحشو كده لحد ما نرجع للقرص الناحية التانية، عشان نبدأ بعد كده نعمل الدور التالت. وهنا كده اهو الصف ده خلص خلاص مننا، هنعمل غرزة بس منزلقة في الاخر نقفله، وبعدين هندخل دايما في القرص من قدام. اوعوا تنسوا الموضوع ده بجد، هيتلاقوا ان الدنيا بتبوظ منكم لو نسيتوا. ندخل في القرص من قدام، نسحب خيط ونطلع ونلف الشغل وناخد غرزة الارتفاع، وبعدين بقى هنا نبدأ في الدور الثالث. هنعمل الغرزة المنزلقة العادية بتاعتنا خالص، بس هنا بقى هنزود 3 غرز حشو، يعني بدل ما كانوا 2 هنعمل 3. هنعمل 2 في اول غرزة اللي هما 2 يكونوا مع بعض كده زي ما عملنا في الدور اللي فات، وهنعمل غرزة كده قاعدة لوحدها على جنب، يبقى كده توتال معانا 3 غرز حشو. هنعمل غرزة النص عمود زي ما اتعودنا بقى خلاص، وهنا بقى هنعمل 9 غرز عمود بلفة علشان احنا زودنا السطر اللي فات، بدل ما كانوا 7 بقوا 9، فهنعمل 9 غرز وبعدين نرجع تاني بقى نشوف هنقفل السطر ازاي. كده ال9 غرز عمود بلفة خلصوا. نبدأ بقى نرجع زي ما بنعمل في كل سطر في الآخر، نعمل غرزة النص عمود وبعدين 3 غرز حشو، هنعمل واحدة عادية قاعدة لوحدها، وبعدين 2 في نفس الغرزة مع بعض عشان يبقوا كده كلهم 3، وبعدين الغرزة المنزلقة، ونقفل بقى السطر ونرجع تاني زي ما احنا متعودين. في الدور الرابع بقى زي ما اتعودنا هنبدأ نفس البداية، الغرزة المنزلقة بتاعتنا، بس المرة دي هنعمل 4 غرز حشو. احنا في الجزء الاول من الشنطة اللي احنا شغالين فيه ده لحد دلوقتي اللي هو عبارة عن 4 ادوار، احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول نزود عدد الصفوف علشان نخلي حجم الشنطة يبقى مناسب. فهنعمل 2 غرزة حشو مع بعض، وفي الغرزة اللي وراها نعمل 2 غرزة حشو برضو مع بعض،
وبعدين بقى نكمل عادي، نعمل غرزة النص عمود بعد كده، وبعد كده هنروح عاملين التسع غرز العمود بلفة بتوعنا. هنا هو كنت بوضح لكم الغرزة الأولى فيها غرزتين حشو، والغرزة التانية فيها غرزتين حشو، وبعدين غرزة النص عمود، وابدأ بقى في التسع غرز عمود بلفة، وبعد كده هنرجع زي ما بدأنا في الصف، وبرضه اما اخلص هوريكم عملت ده ازاي. هنا هو انا كده وصلت للغرزة بتاعة النص عمود، وبعدين بقى هنعمل غرزتين حشو مع بعض. بس هنا تقريبا انا غلطت، لاني وانا ببص على الفيديو اكتشفت ان انا عملت غرزة حشو زيادة، ولكن انتوا هتعملوها 2 في غرزة و2 في غرزة بس كده. وبعدين هنروح بقى قافلين بغرزة منزلقة عادي خالص، ونطلع بقى للسطر اللي بعديه نعمل غرز الحشو، ونرجع تاني عشان اوريكم في الدور الخامس هنعمل ايه. هنا هو يعتبر السطر خلص، وهرجع بقى علشان اعمل السطر بتاع غرزة الحشو. ولو جيتوا كده تعدوا السطور هتلاقوا ان هما 4، ناقص بس الجزء بتاع غرزة الحشو اللي هو الاخير علشان نقفل الدور الرابع، لان الدور الرابع بيتكون من سطرين او صفين مع بعض. المهم وصلنا للدور الخامس، وده كده نقدر نقول ان هنا هنبدأ الجزء التاني من الشنطة، لان من الدور الخامس لحد الدور ال16 اللي هما تقريبا 12 دور هنعمل نفس التسلسل بالظبط، لان في المرحلة دي احنا مش عايزين نكبر حجم الشنطة تاني، احنا عايزين نثبت الحجم ده يبقى معظم الشنطة، وهنيجي في الاخر بقى في الجزء الثالث هنكبر اكتر شوية. فهنا هنعمل ايه؟ هنبدأ بغرزة منزلقة، وهنعمل 5 غرز حشو بعدها عادي خالص، كل غرزة حشو في غرزة لوحدها، وبعدين غرزة النص عمود بتاعتنا، وبعدين 9 غرز عمود بلف، وفي الاخر هنختم برضو بنفس الطريقة بس بالعكس، وهوريكم ازاي. هنا هو وصلنا لغرزة النص عمود تاني بعد ما خلصنا غرز العمود بلفة. بعدين بقى هنعمل 5 غرز حشو عادي خالص زي ما بدأنا في أول السطر ده، وبعدين غرزة منزلقة في الآخر. نبدأ بقى نكرر الموضوع ده لحد 12 دور، كل دور عبارة عن نفس السطر اللي احنا لسه عاملينه حالا ده، والسطر اللي بيكون عكسه اللي هو زي ما اتعودنا بيكون أوله وآخره غرزة منزلقة، وكل اللي في النص بتبقى غرز حشو. ده كده هو شكل الشغل، يعني بدأ شكلها يبان شوية او تحسوها برضو هنا قلب على خوذة، بس لا صدقوني في الاخر هتبقى صدفة شكلها حلو قوي. دول كده هم 5 او 5 ادوار، كل دور عبارة عن سطرين. هروح بقى اكملها وارجع لكم تاني، وده كده شكلها بعد ما عملت كل الجزء التاني من الشنطة. لو عديناهم هنلاقيهم عبارة عن 16 دور، وزي ما قلت لكم مجرد ما الجزء التاني من الشنطة يخلص في الجزء التالت بقى هنرجع نكبر تاني في الحجم بتاع السطر. فالدور ال17 هيبقى كالتالي: اوله غرزة منزلقة، بس هنعمل فيه 6 غرز حشو مش 5. يعني في اول غرزة حشو هنعملها هنعمل 2 مع بعض في نفس السلسلة او في نفس الغرزة، وبعد كده هنعمل 5 غرز حشو عادي خالص مفيش اي حاجة مختلفة، وبعديهم غرزة نص عمود، وبعدين الغرز بتاعة العمود بلف. وهنا برضو بوريكم كده تعملوا ايه لو الخيط خلص منكم في اي وقت والبقرة ما كانتش مكفية. عادي هتجيبوا طرف البقرة الجديدة ونربطهم ببعض، نشد كويس، وممكن نربطها كمان مرة. وفي ناس برضو بتجيب يعني الولاعة كده وتضمهم مع بعض وتحرقهم بحيث ان هم يمسكوا كويس، بس خلوا بالكم جدا لو عملتوا كده عشان الخيط كله ما يولعش، فالاحسن ان انتوا تربطوها عادي وتقصوا الزيادات زي ما انا عملت. وكملت بعد كده غرز الحشو لاني ما كنتش خلصت ال6. دي كده هي الغرزة الستة، وبعدين غرزة النص عمود، وبعدين بقى نكمل غرزة العمود. اعتقد ان انتوا في المرحلة دي هتكونوا شاطرين جدا، مش محتاجيني بقى ان انا اكمل لكم اصلا، يعني انتوا سهل قوي تخمنوا احنا هنعمل ايه بعد كده. بس اهم حاجة ما تنسوش في الاخر واحنا بنعمل غرز الحشو ان اخر غرزة حشو هنعملها هتكون 2 مع بعض، علشان احنا عايزينهم يكونوا 6. هنا هم بوريكم الاتنين، وبعدين هنعمل غرزة المنزلقة عادي ونقفل السطر، ونرجع بقى اعمل تاني غرز الحشو في السطر اللي هو اللي بيكون المعاكس ليه او الراجع، وهرجع لكم تاني.
الدور ال 18 بقى هو يعتبر تكرار للدور ال 17 بالظبط. احنا هنعمل نفس عدد الغرز، بس الفكرة في غرز الحشو احنا هنعمل الستة بس كل غرزة لوحدها. يعني احنا مش هنعمل 2 مع بعض وبعد كده 5 كل واحدة لوحدها، لا احنا هنعمل 6 عادي، لان هما اللي تحتهم اوريدي بقوا خلاص مجموعهم 6. فهنعمل 6 غرز حشو كل غرزة لوحدها عادي خالص، ونكمل بقى عمود نص لفة وبعد كده عمود لفة كاملة، ونرجع نعمل في الاخر زي ما بدأنا وبس كده. في الدور ال 19 بقى هنزود غرز عمود بلف، بس هنبدأ البداية بتاعة الدور اللي قبليه عادي جدا خالص، مفيش أي حاجة مختلفة. غرزة منزلقة وبعدين 6 غرز حشو وغرزة نص عمود، وهنعمل بقى 5 غرز عمود بلفة، ونيجي في الغرزة الخامسة ونروح مزودين. هوريكم بالظبط هنعمل ده كده ازاي. دي كده أول غرزة عمود بلفة اهي. هنعمل بقى 5 غرز او نعمل 4 غرز ونيجي في الغرزة الخامسة، وهنزود 2 كمان غرزة عمود بلفة، فتبقى في الغرزة الخامسة يعني عملنا 4، وفي الخامس او الغرزة الخامسة هنعمل بقى ايه 3 غرز عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة. يبقى السطر ده تاني عبارة عن 6 غرز حشو وغرزة نص عمود، 4 غرز عمود بلفة، وبعدين 3 غرز عمود بلفة بس في نفس الغرزة هنا اهو زي ما انتوا شايفين، وبعدين 4 غرز عمود بلفة تاني، وبعد كده بقى هنعمل غرزة النص عمود و6 غرز حشو، وخلاص بقى زي ما احنا بدأنا في أول السطر. هنا كده السطر اهو خلص، وهرجع بقى اعمل السطر المعاكس ليه بتاع غرز الحشو عادي زي ما اتعودنا. اما بقى في الدور العشرين هنعمل ايه؟ هنعمل البداية بتاعتنا اللي هي غرزة منزلقة وبعدين 6 غرز حشو عادي، كل غرزة في الغرزة بتاعت السلسلة اللي تحتها، وبعدين غرزة اللي هي بتاعت النص عمود. وهنا بقى احنا هنزود، احنا هنعمل 11 غرزة عمود بلف، بس هتبقى هنا المختلف عن السطر اللي قبلها ان هنا كل غرزة عمود بلفة هتبقى في غرزة لوحدها عادي خالص. احنا في السطر اللي تحتيه احنا كنا الزيادة بس ان احنا عملنا 3 غرز مع بعض في غرزة واحدة، لا هنا عادي هنعمل شغلنا هو زي ما انتوا شايفين، هما بس يكون عددهم 11، وبعدين غرزة اللي هي النص عمود، وبعدين 6 غرز حشو، وفي الاخر غرزة منزلقة. السطر ال21 بقى مفيهوش اي حاجه مختلفه خالص عن السطر ال20، هي بس المشكله هنا ان انتوا هتلاقوا ان القرص الغرز فيه خلصت، يعني مفيش تاني غرزه عشان نعمل الدور ال22. فالدور ال22 بقى هنعمل فيه ايه؟ هندخل في الغرز الاولى بتاعت اول سطر بدأناه في الشنطه خالص. يعني هوريكم كده بالظبط انا قصدي ايه. شايفين اللي هي الغرزة اللي هنا دي بتاعت العمود بتاع السطر الاولاني؟ هنبدأ بقى ندخل فيها كده ونسحب ونخرج نعمل غرزة منزلقة، وبعدين نعمل غرزة ارتفاع، ونرجع بقى نعمل نفس عدد الغرز زي ما احنا كنا ماشيين بالظبط بنفس التسلسل في السطر ال20 وال21. مفيش حاجة مختلفة، انا بس بوريكم ان احنا هنا بنعمل حركة زيادة في القفلة لان القرص بيكون اوريدي خلص. هنا اهو انا بدخل في الغرزة التانية في اول سطر خالص بدأناه في الشنطة. وعلى فكرة الدور ال 22 ده انتوا ممكن تستغنوا عنه خالص، ولكن هو بيخلي الشنطة شكلها اشيك وبتبقى مقفولة كده وشكلها حلو قوي في الاخر. وبس في المرحلة دي اقدر اقول لكم مبروك عليكم. هنقص بقى الخيط، والحتة الزيادة دي بقى هوريكم ازاي نتخلص منها. هندخل كده في كل غرزة من السطر الأخير بتاعنا، ونبدأ بقى ندخل مرة من ناحية جوه ومرة من ناحية بره، نقعد نشد الخيط، ولما نوصل نحس كده ان هو خلاص يعني كده مفيش خطر مثلا ان هو يفك او يطلع او اي حاجة زي هنا كده، ممكن تقصوه او ممكن تسيبوه كده، هو كده كده اصلا ما بيبقاش باين.
وبس كده، ده بيكون شكل الشنطة في الآخر. شكلها تحفة، وبتاخد حاجات كتير جدا جدا جواها، انا ما كنتش متخيلة ان هي تطلع كبيرة كده. وعلشان بقى نعمل لها دراعات، انا جبت الاتنين دول يعتبروا اكسسوارز شنط، ممكن تجيبوهم من اي محل بيبيع خيوط، او حتى بتوع الخياطة والتفصيل، الترزي مثلا، اسألوه انتوا، بس قولوا له ان انتوا عايزين اللي هي اكسسوارات بتاعة الشنط اللي هي بيتعلق فيها الدراع. اما الدراع نفسه بقى، فانا عملته عباره عن غرزه سلسله زي ما بنبدا اي غرزه سلسله، وزي ما وضحت لكم في الفيديو اللي هو بتاع كورس الكروشيه. هنبدا بقى نعمل عدد كده حبه حلوين من غرزه السلسله لحد ما تحسوا ان الطول ده كويس معاكم. وخدوا بالكم ان الخيط ده بيبقى ستريتش شويه، فانتوا محتاجين تعملوه اقصر من الطول اللي انتوا عايزينه بشويه. يعني هنا مثلا انا لما قست كان طوله تقريبا 98 او 100 سنتي، ولكن انا قصرته قبل ما ابدا اكمل علشان حسيت ان هو هيبقى طويل قوي، وخليته 85 سنتي تقريبا. حاسه ده طول كويس، ولكن لو حابين تقصروه عن كده يبقى برضو حلو. وبعد ما تحسوا بقى ان كده خلاص استكفيتوا بالطول بتاع السلسله، هنبدا بقى نرجع تاني ندخل في الجزء الاول كده من الغرزه، ونعمل غرز حشو لحد الاخر مطرح ما بدأنا من الاول خالص. وده كده اهو، انا سبت بس اخر غرزه ما دخلتش فيها علشان ادخلها بقى في اللي هي الحته اللي هي الايه، المعدن او الاكسسوارات اللي هتتعلق فيها الدراع نفسه، وبعدين هنعلقها في الشنطه. وبصوا هنا، دي كانت طريقه انا حرفيا اخترعتها، يعني انا ما شفتش حد الصراحه بيعمل الخيط ده في الاكسسوري دي او بيثبته بطريقه معينه. فانا كده قعدت اجرب لحد ما لقيت ان دي احسن طريقه، ان انتوا بتدخلوا من جنب وتفضلوا تعملوا كده غرزه منزلقه او غرزه سلسله، فبيبقى ده شكلها في الاخر. وبعدين بتدخلوا بقى في الغرزة الأخيرة اللي كانت أصلا بادين بيها الطول أو الدراع بتاع الشنطة. يعني هتيجوا تشوفوها هنا، هيجي كده الغرزة دي. بدخل بقى وبشد تاني من الخيط اللي أنا شغالة منه عادي، وبرده من الجزء المعدن ده بتاع الدراع. وبس خلاص. يعني لو لقيتوا طريقة أحسن من كده ممكن برضو تجربوا لحد ما تحسوا ان كده شكلها بالنسبة لكم بقى حلو. والخطوة اللي بعد كده بقى ان انتوا هتقصوا الخيط الزيادة كتير ده، ونعمل بقى زي ما وريتكم كده في اخر الشنطة ازاي بندخل كده ونفضل نجيبه من الناحية اللي جوه ومن الناحية اللي بره. هنا بقى نجيبه من ناحية اليمين، وبعد كده نلف الحاجة للناحية التانية وندخل من ناحية الشمال، وهكذا لحد ما تحس ان الطول بقى مناسب. يعني خلاص كده ان شاء الله ما يفكش ولا يحصل له اي حاجة. وتقصوا الزيادة دي، وبعد كده هنعمل استريتش كده للجزء ده لان الخيط اصلا بيمط معاكم. هتلاقوا بقى كده ايه، الزيادة دي كده دخلت وما بقتش شكلها باين خالص. هنعلق بقى الدراع في الشنطة، ومبروك عليكم بقى عندكم احلى شنطة صدفة ممكن تلبسوها. وده كده شكلها في الاخر بعد ما بيخلص، وحقيقي طلع حجمها اكبر بكتير مما توقعت. هي حرفيا كفت اني اشيل فيها كل الحاجات المهمه زي الهيدفون، المحفظه، المفاتيح، والموبايل. بس اكشلي انا بصور بيه، فمعرفتش اوريكم ان انا حطيته في الشنطه. يا فاهمين صح؟ وحقيقي متحمسه انزل بيها الفتره الجايه. وفي النهايه اتمنى تكون الشنطه عجبتكم، ولو جربتيها وعملتي واحده ليكي اتمنى تبعتيلي الصوره على الانستجرام. هنبسط جدا لو لقيت ان حد عمل الشنطه زيي. وعايزه اخد رايكم بقى في ان الفيديو الجاي يكون ازاي نتعلم نعمل باترون، او نعمل غرزة او حاجة من باترون زي الصور دي اللي بتكون على بنترست. فلو مهتمين احب جدا اعرف رأيكم في الكومنتس تحت. ولو كنت اول مرة تشوفني من الفيديو ده فما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف كل الفيديوهات الجاية. وبس كده. تن تارارارا، رارارارا، تن تارارارا، رارارارا، تن